كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. ظهرت عليه علامة النجابة منذ صغره، وانعكس ذلك على تعليمه وعلمه، حيث أصبح قانونيا وحقوقيا يشار إليه بالبنان. نتحدث عن الشيخ حامد صالح عمر تركي، والذي كان يكنى بأبو ماجد. ولد الشيخ حامد صالح عمر تركي بإقليم سمهر بمنطقة شمال جندع، وذلك بعام 1939، حيث نشأ في بيت دين وعلم، فكسب خصال التدين والكرم والشهامة، فحفظ القرآن الكريم وتعلم الكتابة والقراءة مع حفظ القرآن على يد مشايخ جندع المشهورين، ثم انتقل إلى السودان الشقيق، حيث تلقى تعليمه الأولي هناك، ومنها إلى مصر الشقيقة، فدرس بالأزهر الشريف. وفي السبعينيات تخرج من كلية الحقوق في جامعة بغداد بالعراق. كان من مؤسسين الاتحاد العام لطلبة إريتريا، مما جعله يشارك عطاءه في الجوانب الاجتماعية والتعليمية الإريترية، بجانب الخبرات التي اكتسبها من مجال تخصصه في الحقوق والقوانين. عرف الشيخ حامد تركي بهدوئه، بالإضافة إلى تواضعه وإخلاصه، كما أنه عاش حياته من أجل إريتريا، وقدم له أعز ما في سنوات عمره، ساعيا لإقامة دولة العدل والقانون في إريتريا الحبيبة، مما جعل له القبول لمن كل من عرفه وكل من يلتقي فيه في درب النضال. وصاحب مؤلفات عديدة وفي عدد من المجالات، ومن أهم مؤلفاته كتاب قيم جدا، وكان اسمه إريتريا والتحديات المصيرية، والذي يعتبر من المراجع التاريخية لإريتريا. شارك الشيخ حامد تركي في عدد من الروابط واللجان على المستويين المحلي والعالمي، وكان من الداعمين للروابط والاتحادات الشبابية الإريترية في كل مكان من العالم، وكان عضوا في عدة من الجمعيات لتحفيظ القرآن الكريم. انتقل إلى جوار ربه من بعد رحلة طويلة من الدعوة والكفاح، حيث توفي بالخرطوم في عام 2014. رحمة الله تغشاك يا أبا ماجد، وجزاك الله عنا كل خير. التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحات